للخير للخير. السلام عليكم شيخ عايض. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ أنا حقيقة مش رأيك من اللي يبدأ؟ احنا الآن على الكاميرات. اسأل، توكل على الله أنت. يعني أنا أبدأ؟ أيوه نعم. أقول أشوف ما شاء الله شيخ عايض كيف يشجع المواهب ويؤثرون على أنفسهم. جزاك الله خير. أبدا النظارة والله بدي أفسخها. حلوة يا شيخ عايض النظارة ولا؟ والله اجتمع عندك سواد الكوت وسواد اللحية، ما أقول شيء ثاني، ظلمات بعضها فوق بعض، بس إنك أنت قلبك أبيض. طيب يعني أفسخها أجل عشان أشوفك زين. طيب قبل لا نبدأ شيخ عايض أنا أقولها بصراحة الحقيقة، أنا أولا من المعجبين والمتابعين والمتتلمذين على يدك، ولا نزكى الله أحد في علمك ومعرفتك واطلاعك وليست المسألة سنة أو سنتين أو ثلاثة أو 10 أو 15 سنة، ونحن نتربى على شطتك ومحاضراتك وفائدتك. مو بلي أنا، حتى بعض أصحابي وأصدقائي الذين في القصيم خلفي في الرياض يستفيدون من علمك، وقد نفع الله بعلمك ومؤلفاتك وبإنتاجاتك، ولا سيما كتاب لا تحزن الذي طارت به الركبان حقيقة. فمع هذا العلم وهالقوة العلمية ما شاء الله تبارك الله، سؤالي الحقيقة ماذا استفدت مني أنا؟ أهلا وسهلا. يعني شخصيا أنا بصدق يعني استفدت صراحة منك حسن الخلق وتقدير المشايخ وأهل العلم، لأنك ما لقيتك في مكان إلا وأعرف أنك بتقبل راسي، فأنا أخفض راسي من قبل ما أجي، واجد لذة يوم تقبل راسي تصدق. لا وأمس حبيت إيدك معي. أيوة نعم. الأمر الثاني استفدت شيء منك، أنك من استطاعة الإنسان يجمع بين الدعوة والتجارة مثل ما تسوي، الله يحفظك. الله يجزاك. لكني ما نجحت أنا في التجارة. تفضل. لا أنا في التجارة الحمد لله نجحت. عندي سؤال أنا. طيب خلنا كم سؤال، يعني سؤال منك سؤال مني. أيوه نتبادل أسئلة. طيب. أنا أقترح على الدكتور محمد سيد وسواد الخامة لما اجتمعنا نجمع شيء من التبرع، لأني يا شيخ من 20 سنة أرى سنك مكسور وأنا ما أدري لماذا ما سويته، يعني ما أصلحته، والطب متقدم، أو عندك مثلا شيء موقف نفسي علشان نستطيع نعالج الأمر، أو أنك تريد يكون لك بصمة خاصة أو شيء. لأن الشيخ أنا دائما أنظر في التلفزيون أقول لماذا الشيخ يعني يتكلم أو لين نطق الحروف حتى أن أحيانا. صحيح. فأنا مستعد يا شيخ أتعاون مع أهل الخير من رجال الأعمال في إيجاد سن يعني أو مستشفى أو تركب لي سن وسوي وقف. لا وقف لسنك يعني ولكل من انكسر سنه وعجل، وتكون أنت باب خير. جزاك الله. نسأل الله أن يطرح في سن البركة. والله حقيقة أنا مخلي سني موقف للمسواك. جيد. إذا سوك يصير يوقف المسواك موقف. ما أهلك ما شكت عليكم عبد العزيز من هذا؟ لا والله الحمد لله جزاك الله خير، يعني فهذا المقصد والله. تفضل يعني. سؤالي الثاني جزاك الله خير يا شيخ عايض، يعني في الحقيقة قبل قليل كنت صورت مع الإخوة كرمك الله مع الحمار، وكان حقيقة تصوير حلو عن هذه البهيمة وهذه الدابة، ومن متابعتي الكثير من محاضراتك الحظيرة، يعني سمعت كذا، ما أقول مثلا 50 لكن كذا محاضرة كنت تكثر من ذكر كرمك الله الحمار. فما السر في ذكرك الحمار رغم أن حيوانات كثيرة غير حمار؟ أكرمك الله، عندي ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، لكن لا تغتاب حتى البهائم. ما يغيبها يعني سؤال. أنا حبيبي شوف، أنا قرأت قصة لابن الجوزي فغالقت بذهني، فصرت أنا أذكر 3 أشياء في محاضراتي: الركب عندي والحمار ولا تحزن. يعني كلامي صح انك دائما تذكر الحمار كثيرا، وبديت اخفف منه لان احد الدعاء بدا يسحب علي البساط في الحمار. وانا مركز الان على مساله الابل، لاني ايضا رحت عند صديق لي فرأيت ابل وسقاني حليب. على كل حال ان شاء الله اني بتلافى هذا، يعني تحولت كرمك الله من الحمار الى البعارين. لكن سؤالي الان، انا ان شاء الله امل من الله بعد عمر طويل، وعمر لك طويل، أن تموت إن شاء الله قبلي لا علشان أكتب عن سيرتك. ماذا تريد أن أكتب عنها إن شاء الله؟ متوقع بإذن الله، لأن الأعمار بيد الله، لأن الله سبحانه وتعالى يمد في عمري، وأسأل الله إن كان في بقائك خير الإسلام أن يبقيك، وإن كان أن الله يعجل بك إلى الجنة. فقصدي يا شيخ ماذا تريد أن أكتب عنك بعد وفاتك؟ والله يا شيخ هذا كرمك، والكريم ما يقولون عندنا من نجد مثال عجيب، يقولون ما على الكريم تشرط، ما على الكريم تشرط. لا شيء خاص مثلا عن اخلاقك، عن تواضعك، عن صلاه الليل اللي ما درى احد. لا والله في الحقيقه لا، انا ودي لو تكتب بس عن مثل ما ذكرت عن هذا السن الذي فيه اثر علي الحقيقه، وصار بصمه معروفه لدرجه انني وقفت والله ولله الحمد في مطعم في تركيا هنا في هذا البلد، وكان في ناس من بعيد يناظرون فيني، مجرد ان ضحك شافوا السن جو يركضون. لكن ان قدرت اكتب عن خشوعي وبكائي، وتشوف صليت فيكم الحمد لله انا كيف كنت ما شاء الله صلاه المغرب، ولولا اني وعدتنا موعظه امس قست منها القلوب وجمعت
خرجت من العيون. الله يحفظ. الله يجزاك الجنة. اسال يا السؤال حبيبي. لا سؤال من عندي ولا من عندك؟ لا السؤال انت سالت الثاني، باقي سؤالي الثالث. ايوه. وهو سؤال مهم جدا حقيقه، قد المشاهد الكريم من اخوان ومن دعاة وطلبه علم هم يقررون يعني مدى اطروحتك في هذا السؤال. لا شك ان كل انسان وانسان بينهم قاسم مشترك. وانا جزاك الله احد، الله يرحمه الشيخ بن باز وابن عثيمين، الائمه اللي عندنا الدعاة طلبه العلم، الشيخ علي القرني واخوك الصغير الداعي سليمان جبلان. ما القاسم المشترك بيني وبينك؟ 3 أمور. أنك تحب التمر السكري وأنا شاركتك في ذلك. ما شاء الله زين هذه واحدة. ومنها أنك تظهر التواضع خلاف ما تبطن. نعم. والثالث أنك حريص تظهر أعمالك الخاصة للناس بأي وسيلة فيها ذكاء. إيه. هذا قاسم مشترك بيننا. الحمد لله. الأمر الثالث يا حبيبي، يعني كيف استطعت تنجح أنت في مسألة تظهر للناس التقشف في ملبسك، مع العلم أنك تسوي الدوائس في التجارة وفي الاستراحات وكذا. يعني أن من يراك في التلفزيون تلقي محاضرات يقول أنك مثل حسن البصري أو أحمد بن حنبل في لبسك وزيك، بينما الشغل ماشي في التجارة وفي الأردن وفي القصيم. فكيف جمعت بين المتناقضين هذه؟ أنا متعجب دائما، يعني بين التقشف في القناة وقدام الناس وبين التجارة من الخلف. والله هذا من دل على قوة ذكائي ما شاء الله علي. أنا ما هو تناقض هذا يعني، لا بالعكس، هذا قوة ذكاء لدرجة أن يوم أنا صغير شربت كرمك الله من حليب عنز، فقالت أمي هذا اللي أثر فيك. العنز رضعتني الله يجزاها عني خير، لأن والدتي كانت مشغولة وكان عمري 1 و3 شهور، فصرت أمشي فتقول الوالدة دخلت عنز صرت ترضع. أنا فرحت تقول لأن حليب قل عندي. فمن شدة كثرة رضاعتي للعنز كرمك الله وهي زوجة التيس، فعلا صار عندي هالذكاء الحاد بحيث أني أظهر للناس على قولك بغير مؤبطن. ولذلك شوف الحمد لله أنا أبشرك عندي ثوبين يعني احتياط. أيوة. يعني احتياطي تحت ما شاء الله. ما في أحد. أنت إذا قابلت الأغنياء بهذا أيوة. الفقراء. أيوة هذا الأغنياء وذا الفقراء، وهذا يدل على قوة على ذكر الرضاع. رضعت من البهائم غير العنز لأني أشوف فيك مواهب متعددة. لا والله أنا أذكر العنز، بغيت أرضع بقرة بس إن شاء الله. أنت ماذا تكتب عني ما شاء الله لو قدر الله بعد ما وصلنا 100 سنة ومت مثلا، ماذا تكتب؟ والله على قول كما أنك ذكرت فيني الزهد والتقشف، أذكر ما شاء الله فيك إظهار الغنى وإظهار ما شاء الله كثرة المال خلاف الواقع. اي نعم في الواقع، ونحمد الله حقيقه. طيب انت باختصار بس اخر شيء، انت صاحبت بن باز وابن عثيمين وصاحبتني، وش القواسم المشتركه بين ال3 الاعلام هؤلاء؟ انهم هم زهاد في الدنيا وانت غير زاهد في الدنيا. ما شاء الله عليك، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يتقبل منه ويجمعنا بك في الفردوس الاعلى. جزاكم الله خير. وشكرا لكم. ان شاء الله انك تجد بعد سواعد الاخاء سنك هذا بعد التبرع. أيوة ان شاء الله نمشي فيه. ويكتب عليه بخط العريض وقف الاسنان. هو كتاب يؤلفه ابراهيم الدويش. فتح الرحمن في اصلاح اسنان سليمان الجبيلان. بالشوق نفتح كل باب.